نهار العرس كان كلشي ناشط وضاحك وفرحان، هاللي كيشطح هاللي كيبارك وكلها فاش ملاهي، إلا هو قلبه مقبوض عليه ومزير، ما كره ينوض ويهرب، ما بغاش هاد العرس وما بغاش هاد اللصقة اللي حداه وكتفرنس للناس. كان ناوي يديرها ويخرج، ولكن يفكر في كلمة الوالد ها السخط ها الرضا، هو اللي ديما كيدير اللي فراسو. اليوم والأول مرة كيدير شي حاجة بزز منو، الناس ناشطين وهو ما حامل راسو. جا الوقت اللي خاصهم يقطعوا الكيكة ويفرقوها، جات نقافة هزت يدو وحطتها فوق يد العروسة باش يقطعو. معمرو فكر يجي النهار ويشد في يد بنت من غير حبيبتو. النقافة حطات يدو فوق يد العروسة باش يقطعوا الكيكة وهو يقول مع راسو اوف على يدها شحال صغيرة والهبال هذا مزوجيني البرهوشة يخ. أما نعمة كانت فرحانة ونشطة وخا ما عمرها عرفت منعم ولا هدرات معاه، ولكن كل شي كيشكر فيه وكل شي تيقول ليها بلي غتعيش في النعيم مع منعم. ايوا اجي تشوفي. المهم سال العرس والعرسان مشاو يدوزو اول ليلة ليهم في الاوتيل، وتما غادي اول مرة غادي يشوفوا بعضياتهم. لحقاش نعمة كتحشم ومنعم ما حملش يشوف فيها. نعمة كانت في حالة أخرى، ما عجبوهاش الديكورات والمنظر اللي كيطلع ليه الجناح ديالهم، بقات كتحلم حتى فيقها بكلمة وحدة. نعمة اجي بغيت نهضر معاك وسمعيني مزيانة. نعمة اش غادي نقولك؟ واخا انا جاية. قال ليها منعم يمكنك تقولي علاش ما عمري هدرت معاك قبل، ولا علاش ما كنجي نزورك، ولا علاش ما كنهضروا بحال الناس. سمعيني ابنة الناس، سخطو ورضاه ما كان عندي حل من غير ما نتزوجك، واخا ما كنحس بوالو من جهتك وقلبي مع وحده اخرى. غادي تبقاي في داري مكرمه معززه، والخير اللي لقيتيه في دار باك غتلقايه عندي، ولكن غادي نعيشو بحال الخوت، اعتبريني ما كاينش في حياتك. نعمة كانت كتسمع ليه ومصدومه، غوتات وعايرات وسبات مي في خاطرها، اما في الواقع ما قدرت تقول ليه حتى حاجه خايبه. صراحة صعيبة تكون كتبني في الأحلام ديالك وفي الآخر كل شي يريب فوق راسك، والإنسان اللي كنتي كتقول عمرو غادي يغدرك ولا يطيح من قيمتك يكون هو أول واحد منهم في الظهر ديالك. نعمة بدات حياتها بالإهانات، إيوا توضات وصلات ونسات. الصباح على العرسان كل واحد فيهم سد عليه في بيته. نعمة ما كانتش قادرة تشوف منعم من بعد الشرح اللي جرحها بكلامه، أما السي منعم ما كانش مسوق، بحال إلا حيد هم كبير من فوق كتافه. المهم جابوا لهم الفطور فطروا وهو يخرج منعم عند الحبيبة ديالو، أما نعمة بقات في الأوتيل. دازت سيمانة ديال العسل عند منعم كالبرد، حيت ديما داخل خارج مع حبيبته. أما نعمة حبسات راسها في الجناح، حطمها في نهار عرسها وهو شابع نشاط، أما هي عطيها غير البكا والنواح. كملوا ديك السيمانة هزو حوايجهم ورجعوا لمدينتهم. الدار ديال منعم كانت كبيرة ومفرشة مزيان، تقول واش مهندس ديكور اللي مفرشها. المهم دخلوا وحطوا حوايجهم، منعم دخل ديريكت لبيتهم ونعمة ما عرفت ما دير، دخلت للصالون وتكات بين ما يجيبوا راس كما مسمياه باش يوريها بيتها فين تنعس، وهو راه في بيته كيقول في نفسه الله على راحة، ما كاين ما احسن من الدار، نبدل عليا ونمشي نشوف الحبيبه ديالي ونشطو شويه. في ديك اللصقه نسيتها ما عرفتها فين مشات، نمشي نقلب عليها. اويلي فين مشات هاد اللصقه تاني؟ نعمه ونعمه واللصقه وبنادم وفينك؟ حتى كتبان ليه ناعسه على السداري، مي فاش شافها كيف ناعسه ما حبسش من الضحك، صغيره وشعرها مغطي غير النص. بقى كيشوف حتى صونا ليه التليفون، والأول مرة كيقطع ويخرج. كان عاد باغي يبقى يتأمل في هاد البنت، كانوا الملامح ديالها غزالين. غطاها شوية وكلها شوية بوسايد، خاف عليها لا تطيح، رجع لبيتو.
بدل كتب لحبيبتو ميساج اعتذر منها وقال ليها بلي مريض ما فيه اللي يخرج عندها. صباح ومنعم فاق مغوبش مولف الكلم في الدار، ولكن اليوم فاق على الحركة وريحة الطياب اللي جاية من الكوزينة. ناض عند نعمة وقال ليها كتسناي شي حد؟ قالت ليه برودة اه. سولها وشكون بالسلامة؟ قالت ليه العائلة ديالنا جايين يفطروا معنا ويقولوا لينا السلامة من السفر. وحاجة أخرى، قدامهم نتعاملوا مع بعضنا بحالنا حنا مزوجين بصح، من مصلحتنا ما يشكوا في والو. اوكي. كانت كتهضر وعاطيها بالدار وفي نفس الوقت كطيب شي حاجة وما حاملاش تشوف فيه ولا يتلاقاو عينيها مع عينيه. اما هو كان عاجبو الحال ملي كتهضر وكتعطي في الاوامر. من بعد رد عليها وقال لها ويا عندك الحق، ماشي من مصلحتنا يشكوا بشي حاجة، ونيت انا مازال ما مستعد باش نقول ليهم باللي كنبغي واحد البنت اخرى وناوي نتزوجها. نعمة ملي ذكر ليها الزواج ما حساتش بوالو، اصلا دموعها نشفو من داك النهار اللي جرحها فيه. ما كتنكر باللي كان كيعجبها، اما دابا ما بقات حامله حتى تشوفو ولا تسمع صوتو كرهها فيه. قالت له تزوج ولا طلق وانا مالي بينك وبينها، وانا المهم كما قلت لك قدام دارنا وداركم بحال زوج مزوجين، اما بيناتنا كلها يعيش حياته. اوكي. منعم بقى كيشوف، من بعد قالها صافي واخ، والحمد لله اللي فهمتي منك لراسك. كان مازال ناوي يقول شي حاجه تا كيسمع الدقان والزغاريد في الباب. نعمة طارت للبيت ديالو وجرت معها الباليزه ديالها، بدلات حوايجها ولبسات القفطان ودارت ميكاب خفيف وطلقات شعرها. صراحة جات غزالة مع الشعر طويل والطولة. العائلة كانوا كيهضروا في الصالون ومنعم جالس مع نسيبو والوالد ديالو. شوية بداو العيالات كيصغردو ويصلاو على النبي. ملي دار يشوف على جهة الحايحة لقاها داخلة بالصينية ديال اتاي والشعر مطلوق وميكاب خفيف والحنيكات حمرين. بالحشمة والحياة اللي فيها بقى كيشوفو مصدوم حتى نغزو الوالد. اجمع فمك السي منعم، راك حشمتي البنت، تسنانا حتى نمشيو بعدا وتبقى معاها ودير اللي عجبك. كلشي بقى يضحك، اما نعمة ابتسمت وقالت ليه بصوت الاول مرة كيسمعو منعم اجي منعم كوب اتاي. كان صوتها حنين وحتى عينيها والشوفة اللي كتشوف فيه حنينة. السيد ولا كيكب اتاي بالعقل وكلشي كيضحك عليه. المهم دوزو النهار مجموعين والعيالات عاونوا نعمة في الروينة والوالدة تنصح فيها ديري وفعلي وتركي، ونعمة مسكينة كتقول واخا ما يكون غير خاطرك خالتي. ومع راسها كون عرفتي ولدك شنو دار ليا نهار عرسنا كنتي ريتي عليه ديك النعالة اللي في رجليك. صافي العائلة مشات، بقات غير هي وياه. فاش بغات تنعس نعمة قالت ليه تصبح على خير. قالها منعم الدار دارك ديري اللي يعجبك فيها وناسي فين ما بغيتي. عاوتاني قالت ليه ودابا تصبح على خير. ايام الله كدوز والعلاقة بينه وبينها هي ملي يكونوا بوحدهم ما يشوفوا في بعضهم، اما ملي تكون العائلة كتحلف عليهم باللي كيموتوا على بعضياتهم. كانت مسكينة كل ليلة هكاك العشاء والشلايض تسناه يجي باش يتعشاو مجموعين. كل ليلة كانت كتبات بالعشاء حيت ديما السي منعم ماشي مع لهم إلهام. وملي كيرجع كيلقى نعمة ناعسة فوق الطبلة وكتسناه، اما هو غير يجي يدخل ويناس ديما هكداك. ولف يلقاها كتسناه واخا ناعسة، المهم كتسناه ومطيبة دوك الشهوات على ودو. السيد ولا كيزرب يرجع للدار باش يشوفها وهي ناعسة ويبقى يتأمل فيها بكل حرية وبلا ما تحصلو. واحد النهار وهو يرجع للدار كيف ديما، ولكن هاد المرة ما لقى لا عشا ولا نعمة والدار مظلمة. بقى كيعيط نعمة ونعمة وفين مشات هادي ونعمة، واش نبقى بلا عشا ولا شنو دابا ونعمة. السيد ولا كيغوت سي نورمال كما كيقول المثل الراجل وعلى من ولفتيه. قلب منعم الدار كاملة بقى ليه غير تحت الارض. والله لا فلتي منها اليوم ندوش لك على لا نعمة، انا تخليت بلا عشا واخا غادا نتحاسبو.
مع 7 د الصباح نعمة خارجة من الباب ديال البيت كتلقى راسها فاسقة بالما، منعم بقى كيضحك وقالها إيوا مرة أخرى تعلمي تخليني بلا عشا، الصراحة جا معاك نيولوك. بقى ميت بالضحك غير راسو ونعمة كتخنزر فيه، تسناتو حتى كمل وما عرفتش منين جاتها الجرأة تجمعت معاه في التصرفيقة، وقالت ليه مرة أخرى هاد الضحك الباسل ديالك متبقاش ديرو معايا، ديرو مع الحبيبة ديالك إلهام، وأنا ماشي خدامة عندك باش نطيبلك ونقابلك غير نتا، أنا هنا تنشوفو كيف نفكو هاد الحريرة كيما قلت. هو خرج أما هي بقات كتبكي، منعم بقى يخمم برهوشة ديال 22 عام تربني؟ لا مزيان تبارك الله داكشي اللي كان بقى. كان صايق بسرعة كبيرة عصباتو وفقساتو، ولكن وخا هكاك بقات فيه حيت معمرو ضرب شي بنت. كان كيدي ويجيب في الهضرة مع راسو تصون عليه التليفون. الو فينك واش ما جايش؟ كانت إلهام هي اللي مصونية عليه، قالها لا ما جايش مريض. قالت له اوكي بصح عافاك الا ما جيتش صيفط ليا الفلوس اللي قلت ليا راه ضروري. قطعات وخلاتو كيشوف، ما خلاتو حتى يكمل ليها ويشكي ليها، اللي كيهمها هو فلوسو وشحال كيربح، اما هو يمرض يموت يتفرقع كاع ما سوقهاش. قال مع راسو طماعة هادي، وانا اللي كنت غادي نخسر والدي على ودها، والله ما نساهلها. اما نعمة مازال جالسة تخمم في الضربة اللي عطاتو، ولكن تا هو زاد فيه، واه سطل الماء الصباح، ولكن تا انا زدت فيه، هو قدو قداش صرفقتو لا. هو علاش داير ليا هاد الحالة على العشا؟ يخلا بشار. ما جات فين تكملها تلقاتو واقف كيشوف فيها وكيخنزر وجاي لجهتها. قالت اوف، اما هو دخل وسد الباب بالساروت. الخدمة كانت كتبدا مع 9 وكتسالي مع 4، وطبعا كاينة استراحة، ونعمة ومنعم كيخدمو في نفس البلاصة، ونعمة مجمعة مع أصدقائها في الاستراحة. دخل أمين اللي خدام معاها حتى هو، تبعاتو نعمة وجلسو في الطبلة ديالهم، ولمياء مشات تطلب الغدا. بداو يضحكو ويهضرو، ونعمة باركة على الضحك والنشاط مع أمين ولمياء، وما ردتش البال المنعم نهائيا، بحالا نقولو نساتو. الضحكة ديالها علات وهو يدور السلاريس، شافها عايشة في عالم السنافر مع الفريق ديالها. منعم بقى كيسول فراسو كيفاش تصرف هكذا مع اللي معاها، وعلاش لابسة دوك الحوايج وبزاف. في الاخر قال مع راسو اوف وانا مالي، ياك حنا غير اصدقاء، هذيك دير اللي عجبها. كانت باينه غادي غير ترجع للدار ويسولها فين كانت ومع من وعلاش وكيفاش. الحاصل راه يتسنى هاد التحقيق. كان هذا الجزء الاول ديال القصه ديالنا، فإلا عجبتكم نتمنى تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس وتخليو لي تعليقاتكم الزوينه بحال ديما، راه ديما كنشوفهم، وان شاء الله غادي يوصلكم كل جديد.